حس... اهو حسام فارس صديقنا جاي معاه جريزلي اهو. ده يخوف، ده يخوف. هاتوا هنا، هاتوا هنا يا حسام، هاتوا هنا، طلعوا على الكرسي ده كده يوري نفسه للناس. بص هو تامر بيتعامل معاه دي ده يخوف. انا راضي ذمتك اهو. ده يخوف، ده اقعد ممكن عمرو ان هيبقى قاعد جنبك طول الوقت ما تخافش منه خالص. جريزلي سيب. ايوه انت صاحبه، هو يعرف ان انا صاحبك. قرب يا حسام هو كده يعرف ان انا شوية. صاحبك. تعال بس كده بس. طب قول له ان انا صاحبك. الناس دي اصحابك. هو عارف لا اهو. لا هو محترم. خليه يطلع هنا ونبي على الترابيزه كده. جريزلي. جريزلي اطلع هنا، اطلع هنا. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ جريزلي. جريزلي يعني ايه؟ اسم دب جريزلي. في دب اسمه الدب الجريزلي، دب امريكاني كده. حبيب عمور. انت جايب لي دب. لا ما تخافش. ده جريزلي ده بطل مصر، ده في البريسا كاناريو. في البريد بتاعه، النوع بتاعه اسمه بريسا كاناريو. اسمه بريسا كاناريو. بريسا كناري. بريسا أيوة. كاناريو. ده النوع ده اللي هو لا خالص، هو محترم، هو محترم. هو بيستغرب ريحتنا. لا هو فاهم ان انا طول ما انا موجود في مكان هو الراجل المحترم مش هيعمل اي مشاكل خالص. لو انت بقى ريحتك مش امك حلوه خليك موجود. انت ايوه هيفك من الليش بس طبعا خلاص كده عشان هو يقعد بس خلاص بقى، هو خلاص قاعد كده بقى معانا قاعد جدا، راجل براحته. محترم مفيش اي مشاكل خالص. بس بلاش. انت من غير خبط ده ديله، ده ديله بس بيخبط ايه؟ في الترابيزه هو اللي بيعمل الصوت ده. ده مش الجيران على فكره. انت قاعد بتثبتني وتقول لي انا جايب معايا لولو أصغر مش كلب، عارف أصغر ايه، كلب وقاعد عندي. تقول لي الكلب اللي ده انا عنده عندي سن ولاده، قد ده انا عندي ولاده. ده وهمني انا عمال اوصف له طبعا الارنب اللي عندي ده. أيوة. فقال لي انا جايب نتايه وممكن نشوف الحاجات والبتاع مش عارف ايه، وساعتها بيكلمني على ان النتايه مش ذكر وعلى انه حاجه. حبيبي ده اصغر حاجه عند الفنان حسام ده فارس. أسوان. والمصحف ده الكلب اللي عندي راجل محترم. ده دماغه اكبر منه. لا هو ده دماغه اكبر مني انا شخصيا. ده في السن. لا تربيه الكلاب دي اصلها يعني فن واساس وبتاع. موضوع كبير. الراجل ده مربي فاضل. ايوه مربي فاضل. ايوه واخد بالك. ايه يا حسام، انت بجد الاختفاء اللي بتختفيه ده في الغيه الجميله دي. ده انا من زمان يا صديقي. انت بالك قد ايه يا حسام في القصه دي؟ لا مربي منذ نعومه اظافري فعلا. منذ الهولو. منذ نشأة الهولو الهولو ده دي حاجه ما يعرفهاش ناس كتير. عمرو عبد العزيز. ما يعرفش عمرو عبد عمرو عبد العزيز هو اللي عارف الأصدقاء القدامى. عارف سواد الحلل اللي عنده في البيت. لا. سببها ايه؟ اوكي. اول ده اسم الهولو ده اول حد اطلقه عمرو القاضي واحنا طلبه في المعهد. لا يا راجل. والله طب العظيم. ايه اساس هولو دي؟ لا بص هي اساسها انا كنت لاسع شويتين وانا صغير. وانت صغير مش وأنا صغير دلوقتي. أنا مش عيل دلوقتي جدا أهو. مع الموتوسيكلات والحاجات والحركات اللي بتعملها انت مش لاسع. فلما كنت اركب خيل واخد مثلا الدفعه بتاعتي احمد صفوت وعمرو القاضي وكل الاصدقاء ونطلع نركب خيل، فلما كنت اركب الحصان ونيجي يلا نطير يلا بينا فتلاقي الهولو يلا هولو فتلاقي الحصان راح. طب والنبي بس ما تعملش الهولو ده كده والكلب موجود عشان الهسه دي ممكن تخليه هو هتلاقيه تحول. يهلهلنا كلنا. لا هو كويس والله كويس، هو محترم وفاهم ان احنا بنصور. وحياة امك يا حسام. لا هو وبعدين بص النوعيه دي كمان فيها ميزه. أيوة. اللي هي قبل ما هيهجم عليك ويشرحك هتلاقيه بيعمل طب ما تعملش الصوت ده يا عم، ابوس ايدك. ما بيقولش للاسف. بيهجم على طول. ابن جزمه بيهجم على طول ما بيقولش.